سلام، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة حكاية الكتاب. الإنسان ملي بدات تكون جماعات في الطبيعة كانت عنده أسس النجاة، ومن بين هذه الأسس كان الخوف والفضول. كان تيشوف أنه من الضروري عليه ينقل المعرفة ديالو للأجيال اللاحقة باش حتى هما يتمكنوا من النجاة وتستمر السلالة في البقاء. ولكن بقى السؤال هو كيفاش؟ كانت خاصهم شي طريقة باش يوصلوا رسالتهم للأجيال اللاحقة. الأسس اللي كانوا يشوفوا أنهم من الضروري عليهم ينقلوها للأجيال اللاحقة كيف قلنا الخوف والفضول. الخوف باش يخلو التجربة ديالهم ويوجه ويحذر الأجيال القديمة، والفضول خلاه يدون مشاهدات. الإنسان القديم فطن بأن انتقال المعلومات باعتماد على الذاكرة الشفوية ما كانش كتكفي، حيت بها كانت كتضيع تفاصيل وممكن المعلومات توصل ناقصة أو مغلوطة أو ما توصلش كاع. من هنا فكر الإنسان القديم ينقش على الحجر كطريقة نقل المعلومة، أي بمعنى أن ديك النقوش ما كانتش غير مجرد فن بدائي، بل كانت وسيلة يقول بها الإنسان القديم للآخرين راه هنا كاين الصيد وهنا خطر وهنا لازم تنفذوا شي طقس ديني حسب الاعتقادات ديالهم بالطبع. إذا الكتابة ما كانتش بداية عام بالمعنى اللي تعرفوه اليوم، ولكن كانت لغة رموز نقشها الإنسان القديم لغايات مختلفة، واستعمل النقش على حجر حيت فكر أنه هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن ينقش عليها وما كانتش تقدر تضيع وتفنى بسرعة. بمعنى النقوش الصخرية كانت ذاكرة جماعية ووسيلة باش القبيلة تخلي التجارب ديالها. من بعد بدات الكتابات المسمارية في الحضارة السومرية حوالي 3200 سنة قبل الميلاد. كانت الكتابة المسمارية عبارة على كتابات ورموز ماشي غير رسوم ونقوش عادية. فكيفاش جاتهم هذه الفكرة وكيفاش تطورت الكتابة من مجرد رسوم ونقوش عادية لكتابات ورموز تسمت أنها كتابة؟ التجارة والإدارة ديال المدن السومرية كانت كتكبر وكتطور شوية شوية، والذاكرة الشفوية ما كانش كتقدر تسيطر على كثرة العقود والحسابات. داكشي علاش اضطروا انهم يخترعوا نظام علامات باش يسجلوا كميات القمح، عدد الاغنام او حتى اسماء التجار. وكيف كتقال الحاجه ام الاختراع. هنا بانت اول الالواح اللي فيها كتابات مسماريه، تسمات مسماريه حيت ديك العلامات في دوك الالواح كانت كتبان بحال شي مسامر صغيره. في البدايه كانت مجرد حسابات اقتصاديه واداريه، ولكن من بعد ولاو السومريين كيكتبوا بالكتابات المسماريه اساطير وصلوات وحتى قوانين بحال ملحمه جلجامش اللي كتعتبر اقدم عمل ادبي مكتوب في التاريخ. ومن قبلها شريعه اورنامو اللي كتعتبر حتى هي اقدم قانون مكتوب، تكتب تقريبا قبل حمورابي بثلاث قرون. المسماريه كانت هي اول كتابه حقيقيه منظمه في التاريخ، داس من مجرد رموز ونقوش صخريه نظام لغوي عنده قواعد وعلامات محدده. اما في مصر القديمه فين كانت حضارات فرعونيه وما تيقلش الشأن ديالها يعني حضارات بلاد الرافدين حتى هما كانت عندهم كتابات ورموز خاصه بهم. هذه الكتابات تسمات الهيروغليفيه، وحتى هي كانت وحده من اروع اشكال التعبير اللي عرفها الانسان في التاريخ. الهيروغليفيه والصراحه تعرف عند اليونانيين، بالتالي هي كلمه يونانيه في الاصل ومكونه من جوج المقاطع، هيرو اللي كتعني مقدس وغليفو اللي كتعني نقش، وهكذا كتكون عندنا كلمه هيروغليفو اللي كتعني النقش المقدس. تسمى بالمقدس حيت المصريين القدام كانوا كيكتبوا بها بزاف في المعابد ديالهم، وكانوا كيعتبروا انها كلام تقدر تفهموا الالهه ويمكن لهم يتواصلوا معاهم. الهيروغليفيه مع الوقت مبقاش كتستعمل غير للزينه في المعابد وقبور الملوك. المصريين القدام كانوا كيسجلوا بها حتى التواريخ واسماء الملوك والطقوس الدينيه والقصص الاسطوريه وحتى العقود الاقتصاديه والقوانين. وهكذا كانت الهيروغليفيه أداة دينية وسياسية عند المصريين، بها كانوا تأكدوا السلطة ديال الفرعون من خلال الكتابة ديال الاسم ديالو، وبها كانوا كيخلدوا الطقوس والعقائد ديالهم. وهكذا كانت الهيروغليفيه وسيلة باش كتبات الحضارات المصرية القديمة التاريخ ديالها. خلاصة النقوش الصخرية هي عبارة عن لغة ورموز بدائية، والمسمارية هي كتابة إدارية وحضارية تبتكرت وتطورت في بلاد الرافدين، والهيروغليفية هي كتابة دينية وفنية وحضارية تبتكرت وتطورت في مصر القديمة. في الحلقة الجاية غنتعرفوا كيفاش تطورت الكتابات في حضارة بلاد الرافدين والحضارات المصرية القديمة.